واحد من أشهر القتلة المتسلسلين في العالم العربي، عدد ضحاياه المعروفين يصل ل 32، بينما عدد ضحاياه الحقيقي لا يعرفه أحد. التوربيني، تابعوا معنا. رمضان عبد الرحيم منصور، والذي كان عمره وقت القبض عليه 27 عام فقط، المشهور بالتوربيني، اضطر رمضان للعمل وعمره 12 سنة فقط لمساعدة أسرته. عمل في كافيتيريا السكة الحديد في طنطا لدى رجل ظالم اسمه عبده التوربيني، والذي رفض إعطاءه أجره بعد أشهر من العمل. وعندما ألح رمضان عليه، صحبه الرجل في جولة على سطح قطار، وهناك قام باغتصابه وألقاه من فوق القطار. رمضان لم يمت، ولكن أصيب بعاهة مستديمة في عينه جعلته أحول مع إصابات متفرقة في جسمه، جعلته يعالج في المستشفى لمدة شهر. خرج بعدها مصابا بالحزن والاكتئاب والانطواء قبل أن يقرر أن ينتقم، لكن لم ينوي الانتقام من المعلم عبده التوربيني، بل قرر أن يكون توربيني جديد. بدأ رمضان في تكوين عصابته وتكرار ما حدث له من جديد مع أطفال لا يزيد عمرهم عن 12 سنة فقط، واختار قطار التوربيني تحديدا ليكون مسرحا لجرائمه. والتوربيني هو اسم قطار فرنسي دخل الخدمة في مصر سنة 1982، وكان مشهور بسرعته وشكله المميز وطلاءه بألوان علم مصر. بدأت القصة يوم الاثنين 27 نوفمبر 2006 مع العثور على أشلاء طفل داخل سرداب أسفل محطة شبرا، أحد أكثر الأحياء اكتظاظا في القاهرة. بعدها أشلاء طفل آخر في الإسكندرية شمال مصر، ثم طفل ثالث في مدينة طنطا في دلتا مصر. الجثث كانت في أماكن تفصلها عشرات الكيلومترات، لكن يجمعهما شيئان: الأول أن الثلاثة أطفال، والثاني أنهما ماتوا على قضبان السكة الحديد. الجثث الثلاثة جعلت الشرطة تبدأ حملة مكبرة ليجدوا 12 جثة جديدة، ويقرروا عندها أنهم أمام سفاح قاتل متسلسل له نفس البصمة في القتل. ضحاياه من الأطفال، والسكة الحديد هي مسرح عملياته، وهويته هي اغتصاب ضحاياه وتعذيبهم قبل قتلهم. كانت صدمة المجتمع كبيرة، خاصة أن الضحايا من الأطفال، وسادت حالة من الرعب من السفاح المجهول. لم يمر وقت طويل حتى وصل البحث الجنائي للسفاح، وذلك بعدما شنت حملات موسعة على أماكن تجمع المشردين وأطفال الشوارع. وفي واحدة من الحملات تم اعتقال شاب يدعى بقه أثناء فراره من التوربيني زعيم العصابة الذي كان ينتمي إليها. في قسم شرطة شبرا الخيمة بالقاهرة بدأت التحقيقات الموسعة مع بقه، والذي كان عمره وقتها لا يتجاوز 16 سنة. وفي نفس الوقت تم إلقاء القبض على السويسي في مدينة طنطا، والذي احترف بدوره بانضمامه لنفس العصابة ليكشف تفاصيل أكثر عن جرائم التوربيني، وبالتعاون مع أفراد عصابته والذين تم القبض عليهم واحدا تلو الآخر، تمكنوا من رصد تحركاته ونصبوا له فخ وعديد من الأكمنة حتى تم إلقاء القبض عليه. وفي اعترافاته قال التوربيني أنه كان يقنع الأطفال بأنه سيأخذهم معه لنزهة فوق القطار، وكان يصطحب الطفل لسطح القطار، وأثناء اهتزاز القطار يبدأ في تهديده واغتصابه وتعذيبه قبل أن يلقيه من فوق القطار. وأثناء التحقيقات تذكر التوربيني قصص 32 طفل ممن ألقاهم من فوق القطار، وتم إيجاد جثثهم بالفعل. بعضهم كان في سراديب سجل الحديد، وبعضهم كان تم دفنهم بالفعل باعتبارهم جثث مجهولة، وقامت النيابة باستخراج جثثهم وإعادة تشريحها من جديد. فرج سمير وشهرته حناطة، وهو أحد مساعدي التوربيني، قال إن رمضان كان بيقنع العيال الصغيرة إنه يخرجهم ويفسحهم في اسكندرية، ولما كنا بنطلع فوق القطارات ونتحرك يبدأ في هتك عرضهم وبعدين يحدفهم على السكة والقطار متحرك. وانا فاكر ان رمضان تبول في فم واحد من الضحية قبل لحظات من مقتله في القليوبية. تم اعدام التوربيني وحناطة شوقا يوم 16 ديسمبر سنة 2010، بينما قضت المحكمة بأحكام سجن متنوعة على باقي العصابة، منها السجن 15 سنة للسويسي وبقه. كما أحالت بعض أعضاء العصابة لمحكمة الأحداث، وذلك لعدم وصولهم للسن القانوني. إلى هنا يكون موضوعنا انتهى. أتمنى لو عجبتك القصة ادعمني بلايك واشتراك للقناة. أشوفكم في قصة جديدة. سلام عليكم.